لم يتمكنوا حتى هذه اللحظة من الوصول إليهم. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. أعلم أنه جهودكم جبارة وانتظاركم يعني كبير جدا ومؤلم جدا، ولكن حابب تحكي لنا على الهواء من لك تحت هذه الأنقاض؟ في البداية طبعا تحت الأنقاض موجود زوجتي وبنتي التي عمرها سنة ونصف. وأيضا ولدي أمين الذي عمره 16 سنة، وأخت زوجتي التي أتت من مدينة لقضاء إجازة العطلة هنا معها، وكلهم في داخل الشقة وأنا بانتظارهم. يعني الأمر يعني مؤلم جدا. بالتأكيد. أمين، سمعت أنه أجزاء من جسده ظاهرة، يعني هل تأكدت وفاته أم لا؟ أمين طبعا شفنا جسده إلى الآن، ولكن بسبب أن العمود ضاغط شوية على رأسه لم نستطع إخراجه، ومنتظرين. يعني أمين توفى رحمه الله. رحمه الله، نعزيك طبعا والبقاء لله. في انتظار بقية هل هم على قيد الحياة أم لا. إن شاء الله يكونوا على قيد الحياة، نتأمل. إن شاء الله. الأمر يعني مؤلم جدا، والكارثة كارثة كبير، سواء كان علينا أو على الإخوة الأتراك. أيضا في زميلنا وأخونا التركي، وهو منتظر زوجته واثنين من أولاده، وكلنا مع بعض كذا، كل واحد يواسي الآخر. بكل تأكيد. أنت أين كنت حينما وقع الزلزال؟ حينما وقع الزلزال كنت في هذه الليلة فقط كنت في مدينة عدنة، قريبة منها حوالي 170 كيلو، كانت كيلومتر. كان معي موضوع كذا، حاولت رحت يعني سبحان الله. ولكن الساعة 4:30 الفجر أسمع هناك كانت حصلت هزة، فكنت في الغرفة هناك وأروح وأجي حسيت فأول ما وقف الاهتزاز اتصلت بعائلتي على طول، لكن لا إجابة. اتصل بجاري التركي، لا إجابة. اتصل بزميلي اليمني من مكان ثاني، وحصلت منه إجابة، وقال لي الأمر يعني مؤسف وكارثي يعني. أقدر جدا شعورك في تلك اللحظات. طيب، رجال الإنقاذ ما طمنوكم في أي أصوات تيجي يعني من المكان اللي فيه الشقة؟ في بداية في اليوم الأول كان في أصوات، بس ليس من الشقة اللي تبعنا، في شقق أخرى، وحاولوا إنقاذ بعض الأشخاص، لكن الكارثة كانت كبيرة، والعمارة أو اللي كانت هنا سقطت سقوط مرة واحدة. فالآن اللي يشيلوهم فقط جثث. إلى الآن لم نرى أي لا، أنا علمت، سألت إنه في لسه يعني عشرات الأشخاص المفترض إنهم لا يزالوا تحت الأنقاض، لأنه كلهم كانوا على ما يبدو داخل البنايات وساعات نوم يعني. ساعات نوم. وكان في العمارة هذا 25 شقة، وكل شقة فيها على الأقل 3 إلى 4 أو 5 أشخاص. عدد كبير من الناس. كبير، يعني حوالي من 50 إلى 60 شخص موجود داخل. يعني أنا آسف، أنا أتحدث إليك وأستمع إلى رباطة جأشك وشجاعتك، وأنت تتحدث يعني عن أسرة كاملة تحت الأنقاض. طبعا هذا تشكر عليه جدا، وهذا شيء عظيم، ونتمنى إنه يعني أتمنى والأمل لا يزال موجود إنه يطلع ناجين من تحت الأنقاض. أنت في يعني ستبقى تنتظر هنا؟ سأبقى أنتظر، ويعني سلمت أمري لله. إن كانوا على قيد الحياة أخذتهم، وإن كانوا قد فارقوا الحياة أخذت جثثهم، يعني أعمل على دفنهم. نعزيك مرة جديدة بوفاة ابنك، ونتمنى أن يكون من تبقى الزوجة والبنت وشقيقة الزوجة إن شاء الله على قيد الحياة، والبقاء لله طبعا دائما. ونعزيك في مصابك، وأنت رجل إن شاء الله عندك يعني إيمان ورباط الجأش. الحمد لله. لارا، أنت استمعتي إلى هذه حالة من الحالات، يعني يعني ما أنت استمعتي، وأنا لا أملك أي كلام لأقوله صراحة. بالفعل كلنا ما عندنا كلام، لا هذا هو نملك الحال في هذه الظروف. يعني بكل تأكيد. يعني بكل تأكيد. أيضا تعازينا لرب الأسرة، وكذلك يعني نتمنى أن تخرج باقي الأسرة على قيد